هذا يقول ما سبب تعرق اليدين والإبطين الزايد؟ طبعا هذا السبب تعرق اليدين والإبطين الزايد، هذه فيها أناس يعني تعرق عندهم غزير ملابسه وكذا ويديه. أذكر فيه أحد الطلاب يعني لاحظت عليه أثناء كتابة الإجابة في الاختبارات تعرق زايد، يعني ورقة الامتحان كلها والدفتر الإجابة هذا كله مليان ماء. فنصحته أنه يراجع طبيب مختص بالجلدية أو الباطنية، عند الغدد المختصة الغدد العرقية عنده غزارة في العرق، هذا لازم يعالج. طبعا علاجه ممكن يحقن بوتكس أو كذا، أو إنه يلبس القلافز أو القفاز حتى ما يأثر على الورق. طبعا بعض الناس عنده غزارة في الصدر أو الإبطين سواء كان من الرجال أو النساء، تعرق في الرأس الجسم. طبعا الناس يختلفون، لكن هي الوضع مطمئن، هي تختص بالغدد العرقية. أما إذا كنت والله تريد هل هو سبب إصابة بالعين أو الحسد أو كذا، بعض المهتمين بالرقية الشرعية يقولون هذه من علامات الإصابة بالعين، كثرة التعرق من علامة إصابة بالعين. التعرق في مناطق معينة طبعا، تعرق الجبين والرأس واليدين تعرقها، الإبطين، الصدر للمرأة، يقول هذه من علامات الإصابة بالعين، وخصوصا أثناء الرقية. خصوصا أثناء الرقية التعرق الزائد هذه من دلالات الإصابة بالعين. هذا ما يعني أثناء بحثي فيما يخص الرقية الشرعية أو الإصابة بالعين تبين هذه التعرق بسبب الإصابة بالعين الحاسدة أو المعجبة. عموما الأمر لابد من مراجعة طبيب مختص والفحص وإجراء التحاليل والتأكد من ذلك، وما يمنعك تجمع بين الشفائين، القرآن والعلاج الطبي. الله يحفظك.